يمكن أن نقول لقد فار التنور ونقر الناقور، خلاص يعني الأمور وصلت إلى ساعة الصفر وساعة تأديب هؤلاء على ما ارتكبوا من جرائم خلال العقود الأربعة. فلذا يعني أعتقد سيسهل مهمة إيران إذا ما تجاسروا، وسيساعد إيران على أن تتخذ قرارها الحاسم. الفاتورة كبيرة جدا على المعتدين. وطبعا لا ننسى أن إلى الآن هناك جهود تبذل، وحتى التصريحات الأمريكية هي كلها لجر إيران إلى المفاوضات. هذه يعني هدفهم الآن، لأنه الرسائل التي أتت إلى طهران من قبل 5 دول وظفتها الإدارة الأمريكية أن تأتي رسائلهم إلى طهران للقاء قيادي بين ترامب وكذلك السيد، لاقت رفض قوي ورادع وصريح يعني وسريع كذلك، لأنه إيران على الأقل تريد 3 شروط لأي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما ذكر للأشقاء الذين أتوا من دولتين عربيتين حاملين رسائل الرئيس ترامب إلى طهران. الجواب كان صريحا من جانب إيران أنه لا بد الرجوع الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق النووي واحترام الاتفاقات الدولية. الثاني أن تكون المفاوضات ليست لأجل المفاوضات وأخذ صور تذكارية واكتساب شرعية أمريكية في المنطقة. والشيء الثالث مخرجات وضمان مخرجات هذه اللقاءات لا بد أن تكون واضحة وبينة، وأن تكون مدعومة من قرارات الكونغرس الأمريكي. فهذه الأمور لا بد من تحقيقها، وإلا سندخل في دوارة تتفاوض الإدارة الأمريكية وتأتي وتذهب وتستمر في أعمالها الشيطانية ولا تخدم شيء للطرف المقابل. فلذا أنا أعتقد إيران مع التفاوض، مع التفاهم ومع الحوار ومع التهدئة، لكن ضمن أصولها المنطقية وضمن إطار القانون الدولي والقوانين المقررة في البلدين إيران وأمريكا. فلذا هذا الذي نراه الآن. الإدارة الأمريكية تسعى سعيا جادا، يعني آخر رسالة اطلعنا عليها أنه يريد أن يأتي حتى إلى طهران ترامب. لذا هو يريد أولا الإساءة إلى سمعة إيران في هذا التفاوض، يريد أن يستفيد ويحصل على مشروعية في المنطقة، لأنه في الحقيقة هو الآن أصبح منبوذ في المنطقة والعالم. ليس مشكلته ليست فقط مع إيران، عنده مشكلة مع كندا، عنده مشكلة مع بريطانيا، عنده مشكلة مع الاتحاد الأوروبي عامة، نعم. مع الصين، يعني منذ أن خرجت أمريكا من الاتفاق النووي إيران جهزت حالها لمثل هذه الأيام ولمثل هذه المواجهات. فلذا الخطة موضوعة، والإيرانيون لا يستعجلون أبدا ولن يبدأوا، لكن كل الأمور جاهزة واليد على الزناد. إذا استمر الأمر في الحوار، وأنا أعتقد هذا الذي سيسيطر على الساحة الدولية والإقليمية. هناك جهود تبذل الآن من قبل الوسطاء لترطيب الأجواء، ولا ننسى حتى المملكة العربية السعودية الآن، أقولها بصراحة الآن وربما لأول مرة، هناك يعني رسائل تأتي حتى من الرياض، وفي تغامز نوعا ما، لأنهم يعرفون جيدا أن ترامب ربما يتركهم في وسط الطريق. رسائل من الرياض إلى طهران؟ رسائل يعني ولو كانت باهتة اللون، لكن هم لا يريدون قطع شعرة معاوية، أملا في أن يستوعبوا الدرس وربما يستفيدوا من الظروف. الآن السعودية والإمارات والبحرين، هذه الدول الثلاثة متماشية جدا مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، وهم الآن يستقون بالأمريكيين وبالإسرائيليين، ويتصورون أنهم سينجوهم من أي خطر يداهمهم في المستقبل، وسوف يحافظون على عروشهم وعلى إمكانياتهم وتجاسرهم في المنطقة ويدهم الطاولة الآن التي ساعدتهم بها الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني في ليبيا والسودان واليمن ومناطق أخرى. لكن هم يعلمون جيدا، وأنا على علم بدقة لهذا الأمر وبتفاصيله، هم يعلمون جيدا أن الأمريكان لا يمكن الاعتماد عليهم نهائيا. لذا هم لا يقطعوا يعني هذه حلقة الوصل، ويعرفوا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هنا، لا أدري أقول للأسف أو أقول لحسن حظهم، الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تحمل الأحقاد، وعندهم تجربة إيران مع صدام حسين عندما حاربها 8 سنوات
بمجرد أن تمت المصالحة إيران غلقت الملف ال8 سنوات ومدت يدها وصالحته بكل رحاب الصدر. وعندما قال الإمام الخميني رحمه الله إلى السيد ولايتي عندما كان وزير خارجيته قال اذهب إلى بغداد وكأنه لم يحصل شيء في السابق، يعني بكل رحاب الصدر اذهب إلى بغداد وفاوض الحكومة العراقية في موضوع المصالحة وترتيب الأوراق بين البلدين. هذه إيران لا تنتقم، لا تحقد، لا تخون ولا تغير مواقفها إذا ما حصل شيء مستجد. أنا أعتقد عندها التزام أخلاقي، عندها التزام وفائي، نعم. عندها التزام إنساني. فهم أعتقد هذا الذي يخليهم يتجرؤوا، السعودية والإمارات خاصة نعم. يتجرؤوا كثيرا على إيران لأنهم يرون في إيران أخلاقيات حاكمة. يعني أنا أتذكر إحدى اللقاءات مع الشيخ نايف ولي العهد كان سابقا في السعودية، يعني عندما السيد أحمد نجاد بعث رسالة بعد يعني إنزال الطائرة الأمريكية RQ 170 في صحراء طبس، حصلنا على معلومات دقيقة ومهمة جدا من هذه الطائرة حول مستقبل السعودية في صفحتين مختصرة 1 2 3 حول الاستنزاف المالي، الحروب التي ستدخلها السعودية، تقسيم السعودية، فيها نقاط مهمة جدا. عندما بعثها رسالة إلى السعودية أتذكر أنه الشيخ نايف قال وش نسوي، هذه أمريكا، يعني استسلام 100%. هذا ما أقوله، هذه الجملة هذه. لكن بعض القيادات في هذه الدول مع كل هذا الانخراط والانبطاحية والتبعية والذيلية للولايات المتحدة الأمريكية، يعني ربما التجارب أعطتهم نوع من الدروس. يعني يحاولوا أنه إذا ما تركتهم الإدارة الأمريكية في الوسط، وهي ستتركهم 100% ويعرفون ذلك، لكنهم مسيرون للأسف الشديد إلى المذبحة وإلى الانتحار. عسى ولعل أن تنجيهم هذه الخيوط التي الآن هم يحاولوا إيصالها بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، عسى ولعل. فلذا نتمنى لهم أن لا يقعوا في تلك اللحظات الحرجة، لأننا لا نريد الإضرار والمشاكل لشعوبهم على الأقل. هؤلاء للأسف الشديد ممتلكاتهم وأموالهم في الخارج، وسيذهبون ويعيشون في الخارج من دون أي مشكلة، لكن المشكلة في شعوبهم الذين في الحقيقة ليس لهم أي موقع أو أي محل من الإعراب في معادلاتهم السياسية والأمنية. يعني هم يهربوا إذا حصلت المصيبة الكبرى عليهم، سيهربوا، ولكن سيتركوا بلدانهم أمام المشاكل التي ربما سيواجهوها. فلذا نحن نتمنى أن لا تصل هذه الأمور إلى تلك اللحظات. لذا طبعا الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع كل التصعيد الذي يحصل الآن مع هؤلاء ومع كل الإساءات التي تراها من هؤلاء، مع هذا تنصحهم لأن يأتوا للحوار والتفاهم وأن لا ينجرفوا 100%، عسى ولعل أن ينجون من هذه المهزلة الأمريكية الصهيونية التي وضعتهم فيها. فأنا أعتقد هم يعرفون جيدا من جانب أنهم لا خيار لهم في الانصياع والذيلية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن جانب أنهم يعرفون في يعني أعماق، إذا كان لديهم وجدان، أعماق وجدانهم أنه الأمريكي ليس وفي، وعندهم تجارب كثيرة في المنطقة والعالم، وأن السياسات الأمريكية ذاهبة إلى الفشل. هذا التعويل الأمريكي، هذا التهديد الأمريكي ضد حلفائه في أوروبا وفي العالم يدل على انكساره وعلى هزيمته أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لاحظوا التصريحات الأمريكية كيف يهدد الصين، يهدد الاتحاد الأوروبي، يهدد كل دول العالم. الآن طبعا هذه الدول الانبطاحية لا وزن لها في السياسة الأمريكية، لكن هو الآن يتناطح مع الدول الكبرى في العالم في سبيل أن لا يتعاونوا مع إيران. هذا يدل على هزيمته، يدل على انكساره، يدل على تقوقع وانزواء الولايات المتحدة الأمريكية. عندما نرى أن الاتحاد الأوروبي يخالف القرارات الأمريكية، هذه ميزة للجمهورية الإسلامية اليوم. عندما نرى أن الدول، كثير من الدول في العالم تتماشى مع إيران وتقف إلى جانب إيران في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كانت حتى في المواقف، في المبادئ السياسية، في المواقف الدبلوماسية، هذه مؤثرة جدا. نرى أنه عالميا اليوم الإدارة الأمريكية منزوية، لكن لديها بلطجة ولديها يعني قوة بلطجية تهدد وتخوف وتدمر اقتصادات الدول بسهولة، يعني لأنه ليس لديها أخلاقيات ولا إنسانيات.
لكن من الناحية العملية نرى أن جميع دول العالم باستثناء السعودية والإمارات وإسرائيل الغاصبة كل العالم مع إيران. يعني هذه الشعبية الموجودة للقيادة الإيرانية في العالم وفي المنطقة هذه ميزة أخلاقية بسبب مواقف ومبادئ الثورة الإسلامية. فلذا أنا أعتقد المشكلة موجودة، لكن البدائل كذلك موجودة. عدم الاستسلام هو مهم، والهدف واضح لدى إيران، وطبعا التماسك الموجود في محور المقاومة وأصدقاء وحلفاء إيران هو الذي يجعل هذا المنطق قوي. وأشير ببساطة أن مستقبل شمال أفريقيا، السودان والجزائر وليبيا سيكون مع محور المقاومة، وسبب دخول الإمارات والسعودية بأمر من إسرائيل وأمريكا هو اللي ضعضعت الوضع وزلزلته هناك، وإيجاد نوع من التفرقة بين الفرقاء في هذه البلدان الثلاثة، لأنهم يعلمون جيدا لو استقرت الأمور، لو انتصرت هذه التوجهات والحراكات في هذه المنطقة والدول الثلاثة، هذا الوزن الكبير الضخم في شمال أفريقيا وسيلحقه تونس والمغرب وكذلك ربما مصر إلى محور المقاومة. إذن نحن ننتظر أيام وأسابيع ربما مهمة جدا لصالح محور المقاومة بعد نجاح هذه الحراكات الاستراتيجية والمهمة. أنا فقط أبارك للسعودية في شيء واحد فقط، أنها استطاعت بأموالها الزائدة والكبيرة أن تفرض الدكتاتورية في أمريكا. يعني كانت أمريكا هي تسعى لدمقرة الأنظمة في المنطقة، ونقل حسب ادعاهم نقل الديمقراطية إلى الدول العربية والدول الأفريقية وما شابه ذلك. لكن اليوم نرى السعودية استطاعت، الأمير محمد بن سلمان استطاع أن ينقل الدكتاتورية والاستبداد بصورة مميزة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب أمواله. لذا اليوم ترامب رجل ديكتاتوري بلطجي، لا منطق ولا قانون ولا إنسانية. يعني الحالة اللا إنسانية لدى حكام السعودية انتقلت بامتياز إلى الرئيس ترامب، وهو الآن يستخدم نفس الأسلوب السعودي في العالم في تعاطيه مع القضايا الدولية ومع القضايا العربية والإسلامية وحتى الدولية كلها. فلذا هذه النقطة تسجل للحكومة السعودية الآن وللأمير محمد بن سلمان، استطاع أن ينقل الدكتاتورية والحالة يعني الاستبدادية الظلامية وحتى الطائفية. يعني الحمد لله جعله تكفيري. يعني اليوم ترامب الآن أصبح تكفيري في لغته. فهذه الحالة الوهابية الدموية اللا إنسانية الاستبدادية انتقلت الآن إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وسنرى كيف ستحصل الأمور، لكنها ستصطدم بوعي الشعوب، ستصطدم بقوة مقاومة الشعوب وما يحضر لمواجهة هذه الحالة. هذا ما لا يفهمه الغرب، وهذه النقاط وهذه الأمور ما لا يفهمه حتى المطبعين في المنطقة الذين يطبلون ويهللون للتهديدات الأمريكية ويستبشرون خيرا كثيرا، عسى ولعل أن يستطيعوا أن يناموا هانئين بتطبيعهم وخيانتهم ليلة واحدة من دون إيران. فلذا أنا أعتقد هذا التطبيل الأمريكي والتهويل الأمريكي الإسرائيلي وكذلك هذا الإعلام المضخم لتهدئة هؤلاء وربما لإرضائهم ولو لساعات أو لأيام. أما بالنسبة لإيران 40 عاما مع هذه الألعاب الأمريكية من حصار ومن ضغوطات ومشاكسات، حتى بعد الاتفاق النووي لم يحصل شيء كبير. فلذا أنا أعتقد أن هناك بدائل موجودة، والقيادة الإيرانية عندما صعدت لهجتها كل هذه في سبيل أن لا تحصل كارثة في المنطقة برأيي. يعني كل هذا التصعيد وكل هذه ردود الأفعال العالية اللهجة في سبيل أن لا تحصل كارثة، لأنه إذا ما حصلت المواجهة لن يسلم أحد منها، والأكبر من المتضررين هم هؤلاء الذين سيبادرون بالاعتداء. إيران ستستمر في بيع نفطها ولديها شبكاتها، وتعودت أنه كيف تمرر صفقاتها البترولية خلال 40 عاما تحت الضغوط وتحت الحصار والعقوبات. لكن إذا ما تعرضت السفن الإيرانية إلى مواجهة محددة أو إلى تجاسر عربي انبطاحي أو أمريكي صهيوني، أنا أعتقد الأمور ستتغير كليا. الخارطة الطريق لمواجهة هؤلاء بكل قوة وبكل ما تمتلك إيران من أوراق متعددة في المنطقة والعالم، لأنه اليوم الإدارة الأمريكية
وأذنابها في المنطقة الكيان الصهيوني وبعض المنبطحين لا بد من إعطائهم الدرس وتأديبهم، لأنهم 40 عاما وهم يتجاسرون وهم يتخبطون وهم يقتلون ويذبحون ويسفكون دماء الأبرياء في المنطقة من دون واعظ ومن دون رادع ومن دون أي يعني حتى لم يكن عندهم رادع أخلاقي في كل مكان. هناك خارطة طريق موجودة لدى القيادة العسكرية الإيرانية ولدى قوات الأمن الإيرانية ولدى حلفاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خطة واضحة لتأديب هؤلاء إذا ما بدأوا بالتجاسر أو إذا ما تطاولت يدهم على أهداف استراتيجية تخص محور المقاومة. إيران تعودت على هذه القرارات الأمريكية والتهويل العربي الصهيوني، أنا أعتقد متعودة 40 عاما. الأمور ستسير بصورة سلسة بعد هذا التاريخ، والبترول الإيراني سينساب إلى الأسواق العالمية حسب الشبكات الموجودة لدى إيران، فالأمور ستكون سلسة جدا وعادية بالنسبة لإيران. لكن إذا ما تعرضت أي سفينة في أي منطقة من العالم، أنا أعتقد حتى لو كانت السفينة غير إيرانية لكنها تحمل البترول الإيراني، أنا أعتقد أن الأمور ستتغير كليا. والحقيقة نحن نحن على هؤلاء الانبطاحين الذين تسارعوا لمساندة الشيطان الأكبر في قراره، يعني نتمنى لهؤلاء أن يعقلوا وأن تكون مصلحة شعوبهم خاصة الإمارات والسعودية. أنا أعتقد أن أيامها سوداء ستكون جدا لو تجاسرت، لو سايرت التجاسر الأمريكي، لأنهم في الحقيقة سيستبدلون إلى رماد. إيران سكتت وكذلك كثيرين سكتوا من أصدقاء وحلفاء الجمهورية الإسلامية خلال العقود الأربعة، طبعا حفاظا على أرواح الأبرياء، حفاظا على الوحدة الإسلامية، وطبعا الظروف والإمكانيات. يعني إيران لا ننسى ليست كما قبل 40 عاما، وليست كما انتصرت الثورة الإسلامية وما بعدها في تلك الأيام الحالكة، وقلة الإمكانيات وتفتت القوى الأمنية والعسكرية. كل هذه الأمور ربما ساعدت هؤلاء أن يتجرؤوا وأن يتطاولوا لفترة طويلة، لكن اليوم الأمور تغيرت.